السلام عليكم. نرى جميعا كيف تقوم مجرفات الاحتلال بتجريف الأشجار بل والأحجار وأجساد إخواننا في غزة لمحو أي أثر للحياة هناك. بالتوازي وبالتنسيق هناك في بلاد المسلمين من يحاول تجريف بقايا الإيمان والعقيدة والشريعة، فتجد على محطة رسمية في بلد من بلاد المسلمين شلة يناقشون مساواة المرأة بالرجل في الإرث. بيطرح السؤال: إيش رأيك يا فلان؟ أنت مع مساواة الرجل بالمرأة في الميراث؟ نعم أنا معه، وأنا بتكلم من ناحية حقوقية مش من ناحية شرعية. الشريعة علاقة روحانية بين الإنسان وربه، لكن أنا بيهمني الناحية الحقوقية. فلان شو رأيك؟ نعم أنا مع المساواة، لكن حتى لو أخذنا بالأحكام الشرعية المطبقة، المرأة مش عمالها بتأخذ حصتها من الشريعة من الميراث. فلان شو رأيك؟ أنا بتفق مع كثير من اللي حكاه فلان، لكن عندي ملاحظة: المرأة مرات بتأخذ أكثر من الرجل، وهكذا وهكذا. معقول لا زال لهؤلاء وجود في بلاد المسلمين؟ ألم ينقرضوا بعدما رأينا إجرام وتواطؤ أسيادهم في الدول التي تدعي نصرة حقوق المرأة؟ بعدما رأينا كذب وتفاهة الشعارات التي كانوا يرفعونها؟ هو بالفعل كان المتصور أن ينقرضوا وألا نرى لهم أثرا إلا في الأحافير أو المتاحف الأثرية. كان المتصور أن يختبئ كل المتطاولين على الشريعة في الجحور ويدس رؤوسهم في التراب، لكن كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كان مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الأجندات اللي وراها دعم مالي تستمر حتى لو سقطت فكريا. عندي بداية ملاحظة فنية: العديد من هذه الحوارات يكون المحاورون فيه فاشلين في التمثيل، لكن المهم في رأيكم ماذا يقصد يا إخواني من مثل هذه البرامج في هذا التوقيت؟ المقصود ببساطة هو ممارسة التجريف لبقايا الدين، مهاجمة الإسلام من كل المحاور، وشغل الناس عما يحصل في غزة، وإرجاع الناس إلى المربع الأول لمحو أي أثر إيماني لطوفان الأقصى وما تبعه. المقصود هو إخراج أجيال ليس عندها أي مقدس إلا المقدسات الموهومة المحفوظة بالقانون والحبس والترهيب الفكري. المقصود هو أن يتكلم الغيورون على دينهم عن مثل هذه اللقاءات التافهة فتشتهر، ويصبح الانتقاص من الشريعة والكفر بأحكامها وقلة الأدب مع رب العالمين تصبح هذه وجهات نظر وآراء يعبر عنها على محطات رسمية. وإذا قال أحد أن هذا كفر يقال له تكفيري إرهابي، خدش أحاسيس المواطنين الموجودين في هذا اللقاء وأثار الفتنة. الحقوا يا الجرائم الإلكترونية، هيا إلى المحاكم، لأنه كما هو معروف يصبح للمواطن حقوق تحفظ وأحاسيس تصان إذا كان رخيصا مستأجرا ينطق بالكفر ويتسافل على الإسلام. أما الإسلام فليس له حقوق، والشعب المسلم ليس له حقوق، والله سبحانه وتعالى ليس له عند هؤلاء حق على عباده. ومع ذلك فأنا لن أذكر هذه القنوات ولن آتي بصور هؤلاء الأشخاص، مش تجنبا للتبعات في المقام الأول، ولكن لأنهم لا يستحقون، ولأنني لا أريد إشهارهم ولا إشهار برامجهم التافهة. لكن لابد من التأكيد على أمور إخواني. أولا، أي أحد يطعن في الشريعة بهذا الشكل بحجة الحرص على حقوق المرأة فهو لا يتكلم عن قناعات مشوهة، بل عن رخص وعمالة. لو كانوا مهتمين بالمرأة لاهتموا بنساء غزة اللي عمالهم بينطحنوا وبيعتقلوا وبيتمزعوا وبيموتوا من الجوع وبيترملوا وبيتيتموا وما بيلاقوا شربة ماء ولا كسرة خبز، مش بياخذوا نص نصيب الرجل في الميراث. فأي إنسان رخيص يعيد زبالات أسياده وعالفيه من الغربيين عن مساواة المرأة بالرجل في الميراث، روح احكي لأسيادك يتوقفوا عن جرائمهم بحق نساء غزة. ثانيا، هل يجرؤ أي من هؤلاء الهلافيت أن يقول: تعالوا نشوف إذا دستور الدولة الفلانية عادل ولا لا، تعالوا نشوف إذا كلام الرئيس الفلاني عادل ولا لا، بينما بكل أريحية بيقولوا كلام محصلته: إيش رأيكم في كلام رب العالمين؟ عادل ولا مش عادل؟ طيب إذا مش عادل إيش ممكن نحط قانون أعدل منه؟ ثالثا، ليس من الصواب أبدا أن يقال: طيب يا أخي ناقشهم، رد عليهم الحجة بالحجة. هذه التفاهات مردود عليها مرارا وتكرارا، ومجرد أن نقبل بأن تطرح للنقاش بهذا الشكل هو انتصار لكل الرخيصين. تصور لو طلع أكمن هالفوت في برنامج وناقشوا حق المواطن في أن ينزل للشوارع ويعتدي على أرواح الناس، أو يهاجم أولادك في المدارس، أو حقه في أن يسرق مالك ويعتدي على بناتك. هل هذا الحيوان عدم المؤاخذة بتحكي خلينا نسمع منه ونناقشه بطريقة موضوعية، أم تطلب أن يرمى في مصحة عقلية؟ حق الله أعظم، لكن يراد الاعتداء على حق الله وشريعة الله في بلاد المسلمين.
عشان أنت ما تعرف تلقاها من فين ولا من فين، تحاول نصرة إخوانك في غزة، ولا تعترض على مساندة البعض لمن يقتلهم، ولا تعترض على الطبل والزمر والرقص على جراحاتهم، ولا على الوقاحة مع شريعة رب العالمين والنباح على أحكام دينه. إشغال بالتضليل والتجهيل والتدجين والإفقار وتجريف الإيمان والإذلال والإشغال بمتطلبات الحياة بل وبالسفاسف والتفاهات، فتحس أنك مش ملحق على شيء وتصاب بالإحباط وتستسلم للتشويه والتكفير الذي يراد لمجتمعاتنا. لا تحبط ولا تخف، فقط استمسك بالعروة الوثقى بحبل الله حتى يحميك من هذا التجريف. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإذا ابتعدت عن ربك عز وجل فستكون من ضحايا هذا التجريف. هذا زمان تمحيص إخواني، هذا زمان تمحيص، ثم يأتي التجريف الحق من رب العالمين الذي قال: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.